بعد اجتماعات ماراثونية مع وزارة الداخلية. نفذ الصبر، وصبح جميع المهنيين من ربوع المملكة ان شاء الله غدا غيتساقطوا وغادي يكونوا ان شاء الله بوقفة رجل واحد، لان هذه ملحمة تاريخية في قطاع سيارة الأجرة، على أن عدة وعود وعدت بنا وزارة الداخلية. مع الأسف الشديد هذه الوعود باتت بالفشل، وصبح المهني يتصارع مع المازوت، يتصارع مع التطبيقات، يتصارع مع الدوريات الوزارية. احنا طالبنا كمسؤولين نقابيين وممثلين قطاع سيارة الأجرة حماية قطاع سيارة الأجرة من لوب الفساد. مثلا من منذ 2015 والشركات الوهمية تتساقط على المغرب بدون حسيب أو رقيب. من السهل على الحكومة المغربية توقيف هذه التطبيقات الوهمية اللي كتنزف وكتدخل في منافسة غير شريفة مع قطاع سيارة الأجرة. بعد البنود ديال الدورية 750 جاءت لإحباط هذا التفاوض اللي مع وزارة الداخلية. كذلك كاين عدم التركيز مع هذا الدعم اللي تخصص لمادة الغازوال، حيث كنشوفوا أن منذ إطلاق هذا الدعم، الإعانة اللي احنا سميناها إعانة للسائق المهني في هذا غلاء مادة الغازوال، كاين ارتباك حقيقي في هذا الدعم. هذا كتشوف أن بعض المرات كيطلقوا الدعم في المنصة ديال الدعم في شهر واحد في الاول ديال الشهر، من بعد كيطلقوها عاوتاني كيسدوها كيطلقوها في شهر في 15 شهر، من بعد في راس الشهر، من بعد يعني بغينا نعرفوا غير واحد التوقيت ديال هذا الدعم، امتى كيتطلق امتى كيتسد. كاين ولايه جهه الدار البيضاء سطات هي الوحيده في المغرب اللي ساده على المهنيين وساده على الحوار مع المهنيين وساده على المهني الا بغى يتكاتم مع شي مهني، بحيث ان كنشوفوا عده وقفات احتجاجيه امام ولايه الجهه، لا من اصحاب المأذونيات ولا من اصحاب المستغلين. حنا في منافسه وفي منافسه غير شريفه. الى غادي خصهم يوضحوا اشنو كيتسنى هذا القطاع، لان عده مشاريع كبرى غتفتح في مدينه الدار البيضاء، وطالقين عنا هاد الشركات. خاص حزم وخاص توضيح الصورة للمهنيين. الآن نفذ الصبر، وجميع المهنيين من ربوع المملكة إن شاء الله كلنا وقفة رجل واحد للمطالبة بالحقوق هذا السائق المهني المهضومة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.